أمام حشد جماهيري واسع واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بفوز مثير على نظيره البرازيلي ب2-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما بمدينة طنجة. اللاعب سفيان بوفال منح أصحاب الأرض هدف التقدم عند الدقيقة 29، وعادل راقص السامبا النتيجة بواسطة كاسيميرو في الدقيقة 67 قبل أن يعيد عبد الحميد الصبيري الأفضلية لأسود الأطلس بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79 ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يفوز على البرازيل. اليوم بلادنا أردنا الفوز بعد كأس العالم وهذا ما حدث. سعداء لأنها المرة الأولى التي يفوز فيها المغرب على البرازيل في التاريخ. هم الأوائل في تصنيف الفيفا، وعلى الرغم من أن بعض لاعبيهم ليسوا هنا إلا أن فريقهم يظل قويا. نعاني كذلك من بعض الإصابات لكننا أظهرنا عقليتنا وأشكركم على الدعم. علينا المضي قدما والتعافي سريعا قبل مواجهتنا المقبلة ضد بيرو. سأرى ما إن كنت سأمنح لاعبين آخرين بعض الدقائق. علينا التفكير في تصنيف الفيفا، لذا المهم أن نبقي الفريق بذات المستوى. كما أكد الركراكي أن الفوز على البرازيل يعد أمرا رائعا، خاصة أنهم يتصدرون تصنيف الفيفا، مضيفا أن سر الفوز يكمن في الحالة الذهنية الجيدة التي يعيشها اللاعبون. ربحنا البرازيل بحال انا انتصرنا على البرازيل. أنا في حلم، لقد هزمنا البرازيل. هل تدركون معنى الفوز على البرازيل، الفريق الذي يتصدر ترتيب الفيفا؟ إنه بلد كرة القدم. اللاعبون في حالة ذهنية رائعة. أعتقد أنهم فاهموا معنى ارتداء قميص المنتخب الوطني. لقد فهموا أن لديهم أشخاصا خلفهم وأنهم يستحقون هذه النتيجة، لكن يجب ألا ننجرف. كانت مباراة جيدة ونحن في ديناميكية جيدة. هزمنا البرازيل بعد 3 أشهر من كأس العالم. يجب أن نستمر في العمل بالقيم نفسها، لكن السر هو الحالة الذهنية. أشرف حكيمي لم يكن في أفضل حالاته لكنه يريد اللعب في بلاده. هذا وتوافدت الجماهير المغربية إلى طنجة لمؤازرة منتخبها في المباراة الودية التي جمعته بنظيره البرازيلي. وشكل الفوز أيضا لأسود أطلس فرحة كبيرة لدى الشعب المغربي الذي استعاد ذكريات وأجواء كأس العالم فيفا قطر 2022. مراسلنا الأخضر النوالي رصد الأجواء لنا ووافانا بهذا التقرير. زحفت الجماهير المغربية على مدينة طنجة من مختلف المدن المغربية. جاء الوافدون لمعاينة قمة أسودهم مع منتخب البرازيل. القلوب ضخت المدد مساندة مجموعة وليد الركراكي. احنا جينا من مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية باش نشجعوا ان شاء الله المنتخب الوطني اللي غادي يلعب واحد المقابله وديه مع المنتخب البرازيلي، وهذه واحد المحطه مزيانه بالنسبه للمنتخب الوطني. كنتمنى له التوفيق. شرف لينا يتواجد المنتخب البرازيلي في مدينه طنجه الرائعه. انا من مدينه طنجه وكنتمنى فوز المنتخب المغربي ان شاء الله، وهاد الشباب اللي فرحونا ان شاء الله وفرحوا الاسره المغربيه كامله. سيول الانصار ضمت رحله اسر بجل عناصرها، وتعزز الركب نحو عاصمة البوغاز بأفراد من المغاربة المقيمين في أوروبا في التحام جديد مع المنتخب المحبوب. أنا من ورزات، جيت هذا الصباح من باري على ودات المباراة دي. نتمنى نعيش ذوك الأجواء اللي عشنا في قطر إن شاء الله، ونشوف واحد المنتخب اللي فرحنا إن شاء الله. فيفا المغرب، فيفا المغرب كامل، فيفا المغرب. اليوم 2-0 ان شاء الله. احنا جينا من الدار البيضاء، جينا باش نشجعوا الفريق الوطني ان شاء الله، وجينا قبل الفطور وهذه الاجواء زوينه في رمضانيه، وكنتمناو الفوز للفريق الوطني ان شاء الله. ارتقى جمهور القمة عاليا بكثافة التشجيع للأسود الذين حسموا المباراة لصالحهم بهدفين لهدف أمام منتخب البطولات. والرأي العام انشرح وغنى للمحفل ومخرجاته.
الاختصار كان اليوم رائع وكان تنافسي، ولعبنا اليوم بخطه جديده بحكم اننا كنا كنخرجوا للكره اكثر، ماشي بحال في المونديال كنا كندافعوا يمكن اكثر، والحمد لله حنا في المستوى العالي ان شاء الله. ديما مغرب ديما مغرب، وحنا فرحانين بزاف بالفوز ديالنا، خصنا اننا تكلاسينا في المرتبه التاسعه بلاصه المرتبه ال11، وديما مغرب. قمة الأسود بالسيليساو موقعة في السجل الذهبي للمنتخب المغربي، ومع السجل تاريخ يكتب لكرة المغاربة ولجمهورهم الرائع. الأخضر نوالي بي سبورت طنجة. الفوز على منتخب بقيمة البرازيل أكيد أو أكد أن إنجاز المغرب في كأس العالم بقطر لم يكن صدفة أو ضربة حظ. المنتخب المغربي أكد مرة جديدة أن هذا الجيل الذهبي من اللاعبين لا زال في جعبته الكثير. كصحفي وناقد رياضي أو متابع للرياضة، كيف كان نبض الشارع الرياضي قبل هذه المواجهة؟ هل كان هناك تخوف من السقوط بنتيجة عريضة أمام منتخب برازيلي كبير، أم أن التفاؤل والنية كما يصفها الركراكي كانا حاضرين؟ أهلا أمين. أولا بالنسبة للشارع المغربي كان يرى في المباراة هي ربط الوصال بين ما تحقق في قطر 2022 شهر ديسمبر الأخير، وأيضا بملعب طنجة ابن بطوطة الذي احتضن مباراة البرازيل. إذن هو ربط الوصال بين إنجازين، إنجاز الوصول إلى الرابع عالميا، وأيضا ملاقاة منتخب ليس أي منتخب، هو منتخب الأول عالميا، وهو الذي لا تغيب شمس كرته على مختلف أنحاء الكرة الأرضية. إذن هي مباراة كانت رائعة بكل المقاييس، حضورا جماهيريا وأيضا حتى على مستوى الأداء. بالنسبة لي ربما الشارع المغربي أخذ هذه المباراة على أنها قوية، لكن كانت واثقا من منتخبه، كان واثقا من إمكانية منتخبه، وكان البعض يقول أنه التعادل وبحد ذاته إنجاز أمام منتخب البرازيل. لكن أن تجد منتخبا وصل بطريق إلى ملعب ابن بطوطة حاملا بين يديه ثقة وحاملا بين يديه كبرياء مونديال قطر، واستطاع أن يقف الند للند أمام منتخب البرازيل، فربما هذه المفاجأة، أي أن هناك كان ثبات في الأداء، كانت هناك ثقة، كنا نحس بأنه هناك شيء مشترك بين اللاعبين، ليس هناك أي تنافر، ليس هناك أيضا أي غرور وسط اللاعبين، بل هناك كان ثبات على الأداء التكتيكي وعلى جميع الأصعدة. هذه المباراة منحتنا شيئا آخر عزيزي، وأنه كسرت ذلك الرقم الصعب الذي كان يلاقينا مع منتخب البرازيل عندما بلغ 23 مباراة مع 9 منتخبات عربية بدون أن تحقق هذه المنتخبات أي فوز، والمغرب كسر هذه القاعدة في المباراة 24. حتى على المستوى الإفريقي كانت الكاميرون هي الوحيدة التي فازت على البرازيل من أصل 15 منتخبا، لكن جاء المغرب ليكون الثاني المنتخبات الإفريقية التي تحقق هذا الإنجاز. إذن هي مباراة مكسب كبير للمغاربه، منحت الثقه، والاكيد انه كما قال وليد الركراكي قال حتى لو لا نرشح انفسنا للفوز بكاس افريقيا بالكوت ديفوار 2023 شهر يناير المقبل، فانه الجميع سيرشحنا على اعتبار ما قدمناه في مونديال قطر وما قدمنا امام البرازيل. وكما قاله يجب ان تعلموا باننا عشنا حلما اخر ونحن نواجه البرازيل، فالبرازيل ليست اي منتخب، البرازيل تبقى البرازيل حتى لو غاب عنها نيمار، فهي البرازيل صاحبه 5 كؤوس عالميه، البرازيل التي حجت إليها الجماهير من مختلف مناطق المغرب من أجل أن تعيش ربما بعض ما عاشه البعض الذي حضر مونديال قطر، وبالتالي كانت هي أفضل جائزة للجمهور المغربي الذي ساند منتخبه في مونديال قطر. وجاءت الفرصة لرد الدين ومنح الفرصة، خصوصا بعضهم لم يحصل على تذاكر مونديال قطر، لم تسعفه الحظوة أن يكون حاضرا في مونديال قطر، لكن جاءت مباراة البرازيل لتمنحه هذا الشرف، وكانت صراحة رائعة تنظيميا وجماهيريا وأيضا أداء على مستوى المنتخب المغربي. أستاذ منصف، عدد من اللاعبين الحاليين كانوا موجودين في الحقبة السابقة مع وحيد خليلوتزيتش، لكن الروح الجماعية، الانسجام، أمور كثيرة أخرى كانت غائبة آنذاك وحاضرة حاليا. هل هذا التغيير أو دعني أسميها التطور الذي يعيشه المنتخب المغربي هو من صنع المدرب وليد الركراكي لوحده، أم برأيك هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الإنجاز؟ سأكون مجحفا إذا قلت بأنه وليد الركراكي ليست له لمسة فيما حصل، خصوصا أنه تولى قيادة المنتخب حوالي شهرين قبل انطلاق كأس العالم 2022.
وليد الركراكي بعث الروح، بعث نفس العائلة وسط المجموعة. لكن دعني حتى أعطي لقيصر ما لقيصر. الاتحاد المغربي وفر جميع الإمكانيات، وهو صاحب اختيار قطع العلاقة مع وحيد هاليوزيتش الذي عشنا معه مرارة غياب أي تشكيلة قارة في حين بالأمس الجميع قد يسرد عليك التشكيلة قبل انطلاق المباراة، وهذا أمر لم نعيشه منذ سنوات. الأمر الآخر هو أن الاتحاد المغربي وفر كل شيء لوليد الركراكي ومنحه الثقة وقال له أنت ابن هذا البلد، لعبت لهذا المنتخب وبإمكانك أن تحقق ما لم يحققه حتى بعض المدربين السابقين. نجح في مهمته، والأكيد أنه ما يعطي لهذا المنتخب هذا الزخم كبير هو وليد الركراكي بطبيعة الحال كمشرف تقني، هناك الجامعة كإطار مشرف على المنتخب، ثم هناك الجمهور الذي وثق في هذا المنتخب وعشنا معه تلك الرحلة. إذن هي الأمر يتعلق بتدخل عدة عوامل لتعطينا وتفرز لنا هذا المنتخب الذي يعني بالأمس ربما البعض كما لو أنه كان حاضرا في قطر. أنا أعتقد بأن مباراة البرازيل هي امتداد لمونديال قطر وليست مباراة ودية، بل هي امتداد لمونديال قطر. نعرف جيدا أنه الجميع كانت أمنيته أن يرى أن يتابع منتخبه بعد المونديال، وجاءت الفرصة أمام منتخب كبير من حجم البرازيل. والأكيد أنه ما لاحظناه في مختلف اللاعبين هو وجود توليفة بينهم وغياب أي يعني عندما تكون عائدا من المونديال فأنت تحاول أن تظهر أمام الجمهور بشكل آخر، لكن كان هناك ثبات في الأداء، كان هناك تركيز، وكان أيضا حتى انضباط للتعليمات المدرب وليد الركراكي. لم نلاحظ أي تغيير كبير، فقط دخول بلال خنوس الذي كانت طفرة هذه المباراة في سن 18 سنة يقدم أداء رائعا، ودخل الصابري وفعل ما فعل. إذا نحن أمام مجموعة متكاملة قد نقول بأنه لم يعد مسموحا لها أن تعيش التواضع، بل يجب أن تتطلع لتحافظ على مكانتها. الوصول إلى القمة سهل، لكن ربما أصعب ما شيء هو أن تحافظ على هذا المنوال وأن تفوز باللقب للفريق المقبل إن شاء الله. هذا هو سؤالي الأخير لك أستاذ منصف. منتخب مغربي رابع العالم سيصبح تاسع الترتيب في التصنيف العالمي قريبا بعد هذا الفوز، جيل ذهبي من اللاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية، فائز على منتخب كبير بحجم البرازيل. بعد كل هذا أليس من المفترض أن يتربع أسود الأطلس الآن انطلاقا من النسخة القادمة على عرش الكرة الإفريقية وربما التتويج باللقب الإفريقي المقبل؟